مؤخرا سرقة الملابس والبطاطين من على حبال الغسيل، ومن هنا بقى كانت كارثة. كاميرات المراقبة يا جماعة بقى لها كام فترة كده من الزمن بترصد سرقة ملابس من على حبال الغسيل. تعالوا بينا نشوف الفيديو. ودي بصراحة من أغرب السرقات اللي احنا شفناها وهنشوفها من خلال كاميرات المراقبة. الواد ده شاب زي ما احنا شايفين واقف بيحاول يشب على بلكونة، واقف على كرسي على بتاع ترابيزين سلم، وقعد يشد في بطاطين وعبايات، وزي ما احنا شايفين كوفرتات وقعت، وخد البطانية وطلع يجري. اليومين دول يا جماعة السرقات اللي انا مستغرب له بقى ان سرقة حتى الملابس ما خلتش من السرقة. الملابس يا جماعة والبطاطين هيبيع البطانية بكام؟ ب50 جنيه. فاحنا يا جماعة الناس اللي هي اول بلكونة دي ما تحاوليش تنشري حاجات اطول من اللازم، حاولي تتنيها او تنشريها جوه، يبقى ما تبقاش مدلدلة في الشارع بزيادة. الناس اللي ساكنة في دور ارضي واللي عاملين شبابيك وعاملين مناشر على الشباك ده وبينشروا عليها حاجات، احنا طبعا من اغرب السرقات اللي احنا بنشوفها هي سرقة الملابس وسرقة البطاطين واللحفة والحاجات دي كلها. بالاخص هي البطاطين، لان البطانية غالية شوية. هو مش هيسرق بنطلون، وارد يسرق بنطلون، يسرق اي قمصان، يسرق اي حاجة، الموضوع فيه لبس شوية. ففي السرقات اليومين دول تنوعت السرقات، ولكن كاميرات المراقبة هي اللي بتكشف المستور عن فئة الحرامية دول. بنشوف اللي بيسرق. في فيديو تاني هوريه لحضراتكم، تخصص سرقة كاميرات المراقبة، بيكسر كاميرا المراقبة نفسها ويسرقها. عمرنا ما شفنا كده. الفيديو ده اللي بيسرق بطانية صراحة حاجة جديدة. تسرق بطانية يا اخي؟ ده بقول لك ان سرقت تسرق جمل. انت رايح تسرق لي بطانية؟ بطانية ايه اللي انت هتسرقها؟ تبيعها بكام؟ هتوديها فين البطانية؟ تعددت الاساليب، ولكن السرقة في دمهم. اللي بيسرق ده يسرق بطانية، يسرق فلوس، يسرق اي حاجة. بص، لو لقى اي حاجة هيسرقها. ربنا يستر. شكرا لكم.